السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول فيديو ننزل اليوم قصة حصلت في اليمن، قصة سمعتها وشفتها في المحكمة. قصة يمني انتخب من عائلته. الموضوع ما فيه إنه في قصة جميلة سمعتها وبقيت عليها، فلازم نتكلم بها حسب كل مغترب يكون حريص في هذا الشيء. الموضوع ما فيه كان عنده واحد يمني اتزوج بنت من اليمن، يعني من صنعاء، وبعد زواجته جلس معها سنة، وبعدها خلفوا طفل بيبي، وبعدها الرجال ضاقت عليها الدنيا وسافر السعودية بعد ما استأجر لها شقة فاضية وحدها. الرجال هذا اغترب 4 سنوات، تخيلوا 4 سنوات الرجال يغترب، وكان كل يوم يتواصل معها ويتصلها ويفعل كل شيء. تخيلوا بعد 4 سنوات كان يرسلها الرواتب، يعني الصرفة وحق الإيجار وحق يعني الرجال بيأثر في كل شيء. المهم بعد 4 سنوات مرت الزمن هذا كله، يعني كانت لها 2000 سعودي كل شهر، 2000 سعودي صرفة بيت وإيجار وأكل وشرب كل شيء، وزيد تخبي له. الشي فعلها مفاجأة بعد ما مروا 4 سنوات، رجع من السعودية غير ما يكلم مرته، يعني شي فاجأة، يدخل على طول فاجأة مع انترنت. وصل لوسط البيت اللي استأجر فيها الشقة، يدقدق البيت يجابه رجل غريب. تخيلوا وسط الشقة حقه رجل غريب، يفتح الباب شاف صاحبه يعني حق حالته وسط حقها الشقة، ولقي ابنه قد عمر ابنه يعني 3 سنوات. يتخيل لما يدخل لعندها ويحصل مرته معاها بيبي ثاني من الرجل الثاني، بسبب انه يعني فرط فيها 4 سنوات وثق في المرة، والمرة خانته ودخلت رجل عندها وزعم من رجل زوجها، وهو زوجها مغترب. المهم بعدها الرجال تعب، قعد سقطة قلبية، وتلاقيت أنا في المحكمة في بعض المحاكم اللي في صنعاء بتكلم بهذا الموضوع وما شيء بشعري. ليش بنتكلم بهذا الموضوع؟ أتمنى يا مغترب، أنت اللي تغترب، أنت اللي في السعودية وتفلت مرتك من 3 سنوات من 4 سنوات، لا تعلم وين مرتك ولا هي داري وين مشاكل مرتك، ما نداري مرتك شابعة أو جاوعة، أنت بتفرط نفسك. المرة ما تحتاج ضابط، المرة تحتاج رجال جنبها. نصيحة لك ولغيرك، أتمنى اللي يشتي يغترب ما يغترب إلا هو عزب. المتزوج نصيحة له لا يغتربش، اشتغل هنا في بلادك، حروب داك لقمة وماء. نصيحة لك، لأنه بتفرطوا في أنفسكم. المرة ما تحتاج ضابط، تصير تغترب بيقول لك الظروف يا حبيبي، يصير مسح سيارات أي حاجة، ولا توصل لهذه الدرجة. صح إن في بنات ونعم فيهن أصول وهذا، ولكن لما سمعت القصة هذه اشترك راسي، والله العظيم اني سمعتها لما بكيت. يعني موضوع تشوف الرجال رايح يغترب 4 سنوات، يرجع قد مرته قد معها ولد من واحد ثاني، يعني حاجة سيئة. وأخذت مجراها واحتبست المرأة، ولكن أتمنى من كل مغترب اتقوا الله في أنفسكم. المرأة ما تحتاج تشتري رجال جنبها يوقف معها حتى يأكل لقمة، لا تحسسها بفقدانك. هذه حبيت أوصل لكم. السلام عليكم ورحمة الله.